في عالم الكورة كل يوم بيتولد آلاف من الأطفال اللي نفسهم يبقوا زي كريستيانو رونالدو، لكن في واحد اتولد مش عشان يبقى زيه، لا، اتولد عشان ممكن في يوم يعديه. النهارده مش هنتكلم عن لاعب عادي، هنتكلم عن طفل صغير بيتم إعداده خطوة بخطوة، مش صدفة ولا حظ، دي خطة كاملة بتتبني من سنين، واحنا دلوقتي بدأنا نشوف نتائجها. قبل ما نبدأ، لو انت بتحب المحتوى اللي بيدخل في أعماق الكواليس وبيكشف الأسرار من جذورها، انزل اعمل لايك واشتراك في القناة، عشان اللي جاي في الفيديو ده هيغير نظرتك لكريستيانو جونيور بالكامل. كريستيانو جونيور اتولد يوم 17/6/2010، يعني وهو عنده 15 سنة بس لفت أنظار العالم كله وهو بيلعب في أكاديميات زي ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ودلوقتي النصر. بس اللي الناس مش كلها عارفة إن الولد ده من أول لحظة دخل فيها الملعب كان ليه أسلوب واضح، مش مجرد ابن نجم. في موسم واحد مع يوفنتوس تحت 9 سنين سجل 58 هدف و18 اسيست في 28 ماتش. الارقام دي مش ارقام طفل بيلعب كوره، دي ارقام لاعب بيشتغل على نفسه بجد. السنه دي خد اول استدعاء رسمي لمنتخب البرتغال تحت 15 سنه، شارك في بطوله دوليه في كرواتيا، لعب قدام منتخبات قويه زي انجلترا واليابان، وسجل هدفين في النهائي ضد كرواتيا. البرتغال كسب البطولة وكريستيانو جونيور كان واحد من أسباب الفوز. المميز إنك تشوف طفل بيتحرك جوه الملعب بعقلية أكبر من سنه وبهدوء غريب جدا على طفل تحت الضغط ده. في سؤال بيتكرر، هل يقدر يبقى في نفس مستوى أبوه؟ الإجابة مش سهلة، لأن كريستيانو رونالدو مش لاعب عادي، ده واحد من أعظم اللي لمسوا الكرة في التاريخ. بس كريستيانو جونيور مش ماشي ورا أبوه، ده ماشي على طريق مرسوم له من أول الأكاديميات لحد خطط الإعلام والتدريب والتوجه الشخصي. هو مش مشروع صدفة، ده مشروع متصمم، والمشروع ده لحد دلوقتي ناجح بكل المقاييس. احنا ممكن نكون في بداية قصة جديدة في عالم الكورة، قصة مش ابن كريستيانو، قصة نجم اللي اتولد في بيت أسطورة لكنه ماشي طريقه بإيده. دلوقتي السؤال الحقيقي ليك انت، هل شايف ان كريستيانو جونيور ممكن يكمل الرحلة ولا تشوفه مجرد ظاهرة مؤقتة؟ اكتب لي رأيك في التعليقات واحنا بنرد على التعليقات أول بأول. لو حسيت ان الفيديو فعلا فتح لك زاوية جديدة، اعمل لايك واشتراك في القناة عشان لسه في حلقات أقوى وحقائق أكتر جاية إن شاء الله. وكان معكم فرماج الكورة، وأراكم الفيديو القادم. سلام.